المنتخب المغربي تفوز بكأس افريقيا. منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف مستوى كرة الدرس سي لو بلان اورغانيزاسيون جو، يقلعوا كيحبوا يعاودوا. مدربه يحسن قراءة المباريات قبل المباريات وأثناء المباريات، تصرفاته داخل أرضية الميدان، كيف يتصرف مع التشكيلة مع التبديلات. منتخب أيضا ما يضم عناصر في مستوى عالي، دائما ما ينافس على الكؤوس الإفريقية. عنده منتخب قوي جدا وعرف كيف يتعامل، عنده عناصر فتاكة بالمنتخب اللي دائما ما يدافع ويلعب عبر المرتدات، يعني دائما ما يلعب للمجموعة. الكبير يقعد كبير يقعد كبير. شفنا اللمسة نتاعها كمدرب في المستوى، كان أدت بمستوى. أنا شفت طافي داكور مع مزوار، يعني أنا عجبني التعامل التكتيكي هذا لونترينور هذا عجبني بزاف. بون جو ريان دير جو ني ريان دي مي كيفاش يغلقوا الابواب et qui vont la transition se transforme juste rapidement يلحقوا لا تري امبورطون. هذه سي لو ترافاي دو لونترينور. انا ان تاكتيسيان ماشي ان غران نو مي ان اونترينور يخدم يعاود يخدم دور جديد. لو ريتم هما يمشيو والله عبر يا في دو ترافاي يا في با بلا 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 في دو بولو في دو ترافاي لي جو تخدم يا سي رضوان. المخاخ تاع كرة القدم اش قلت لك اللي جاي يخدم في الجزائر والمعرفه بزاف. حنا ما راناش كيما هذا المنتخب، على الاقل نكاليفيو دوزيام تور، ما راناش نديمونديو ندوها سيدي. بريميرمون لا فيديراسيون تاعهم اليتي ستابل، صح 10 سنوات 10 بريزيدون فيديراسيون، عندهم ان بروجي سبورتيف، عندهم دي زوبجيكتيف ماشي فوضوي، عندهم دي زوبجيكتيف. المدرب سي لو مان، صح، مدرب في المستوى يعرف يخدم ماشي يهف برك، يعرف يخدم. انت كي تشوف الفريق تاعهم فينال يدي كوب دافريك ويروح يشوفوا كلكو بوست اللي ناقصين هكذا، كي يدخل هذاك اللي كان دروات شكروه ورجعوا ري سونترال، داروا رومبلاسون لان دي ميور ميليو تيران في الناس اللي تخدم وما يخلص 6 شهور ماشي خالص، يخلص 2 دور. علي شوف الناس اللي عندها الشجاعه. اسمع هنا تقول لي على دخل روحو اكس ولا ايكغيك مسؤول ويقول له لا انتيا ما لازمش واحد يتكلم مع ستاف. بريزيدون فيديراسيون في الجزائر، لا فيديراسيون الناس ممنوع فيدير لي مومب فيديراسيون يدخلوا سيدي موسى، ممنوعش الستاف، سي با الستاف اللي نوم انايا. ايوا انا منومش ستاف دوكا اليوم ما لازمش نطيحوا على لومبيلونس، منومش ستاف. انا نوم الناس اللي ما فيديراسيون بريزيدون فيديرال ما ينجموش يدخلوا، ولي مومبر بيرو فيديرال ما ينجموش يدخلوا لسيدي موسى. شي عجب، شي غريب العقل راح. الور اليوم نتوما راكم مدهوشين كي خرجنا هكذا، والله العالي والعظيم احنا كنا نتكلموا في لي كوليس، سي فري كو في لي بلاطو درنا شويه واش نقول لك دبلوماسيه، يعطيك صبت الكلمه نتاعك دبلوماسيه، ولا فيها ان بو دو دبلوماسيه. علاه خاطرش يقول لك ما لازمش تقيس. انا سكتنا واليوم كيف انت اللي يحلل كره القدم اللي ضرب 50 سنه في كره القدم ما لازمش يحلل، واللي يضرب الغيطه يجي يحلل، واللي يخلصوا له الكرا يجي يتكلم، واللي لاجونسي تخدم معاه يجي يتكلم. وين العقل راح؟ كرة القدم لازم الناس تاع كرة القدم اللي يتكلموها، الناس تاع كرة. والله العظيم تجتمع سيرتان سيبورتير الجيريان برا يتكلموا خير من واحد اخرين برا يتكلموا. اليوم لا ريسبونسابيليتي الاولى قبل ستاف لي مانتونا ستاف. كيما انت تكريو ديزاكاديمي، داروا ديزاكاديمي، ومن بعد ذلك نحي ديزاكاديمي، ومن بعد ذلك صابوهم مابوندونيين، ومن بعد ذلك يجي بريزيدون واحد اخر فيديراسيون قريب يخاف يدخل سيدي موسى. بيرو فيدرال ممنوع يدخل سيدي موسى. لي سون فارامينوس دو سيرتان زونترينور ماشي تاع اللي هل ما زلت انت في قررت نفسك تاكد بانه عندنا لاعبين في المنتخب الوطني بامكانهم ان يقارعوا مع المنتخبات الكبيره؟ ماشي هاد اللاعبين كاينين
كان كالكو جوار نهضروا منا المستقبل دركا. نعم نتكلموا قبل، هل هذا المنتخب هل بإمكانه كان قادر يروح بعيد بهذه التشكيله؟ عندنا لاعبين، نعطيك مثال بسيط تفهم باش تفهم باللي اي مدرب باللي الخدمه ما كاش الى منافسه باش يلعب عليها وباش ياخذ اللقب، ماشي راح نشارك. هذا ولا باش تحفز اللاعبين بالرغم من كل الظروف اللي كان فيها المنتخب. مش نتكلم الظروف يعني التحضيرات، نقص في التحضير، يعني مشاركه كانت في اخر الدقائق، يعني ما كناش راح نشاركوا، ومن بعد قررت الفيدراليه باش نشاركوا. المهم من كل هذا هو تراجع رهيب لمستوى المنتخب الوطني بعد المباراة الأولى أمام أوغندا. تراجع رهيب في المباريات الإقصاء. أولا مر صحيح، لكن عنده دوافع، عنده ربما أشياء اللي نقدروا نتكلموها في المستقبل القريب. لأنه لما تشارك في منافسة مثل هذه وأنت ما عندكش أهداف، هدف أولا يعني تضع اللاعبين تاعك في الواجهة، اللاعبين الشبان مثل منتخبات السنغال وغيرهم، يعني اللاعبين الشباب تاعهم يوضعون في الواجهة باش يستثمروهم باش المنتخب الأول في يعني في فرق خارج السنغال، يعني في فرق كما ماتس كما نابل كما، يعني تشوف هاد اللاعبين باش يتسوقوا إلى فرق أخرى. حنا هاد الشيء اللي ما ناش نفكروا فيه، ولو أنه أنا أقول بما المنتخب تاعنا كان قادر يكون أحسن وكان قادر يمر أمام منتخب نقول اللي ما عندوش بطولة، بالرغم من أنه بطولة لعبوها فريقين اللي هما المريخ وكذلك هلال أم درمان لعبوها في بريطانيا. الإعلام الجزائري متابعينا الكرام يقف احتراما وافتخارا بالمنتخب الوطني المغربي ويتغنى بفوزه بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمام منتخب مدغشقر. الإعلاميون الجزائريون في البلاطوات الرسمية ديال القنوات الجزائرية أكدوا بصريح العبارة أن منتخب المغرب الوطني المحلي قدم مقابلة من العيار الثقيل من الطراز الأول، ونجح اللاعبو وأشبال المدرب الوطني المغربي طارق السكيتيوي في اقتناص اللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المغربية على مستوى المنتخب المحلي. لقب جديد ينضاف إلى قائمة الألقاب التي فازت بها المنتخبات الوطنية المغربية في السنوات الماضية. الإعلام الجزائري انتقد في المقابل السياسة الكروية المتبعة في الجزائر، وانتقد مسؤول الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بينما أشاد بمسؤولو الجامعة الملكية المغربية بالنظر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الكرة الوطنية في السنوات الماضية. ولذلك متابعي الكرام بغيتكم كاملين تخليوا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، بالإضافة إلى أنكم تلايكوا الفيديو أكبر عدد ممكن من اللايكات باش أننا نوصلوا هذا الفيديو إلى الإعلام العربي والإعلام العالمي. وشكرا لكم متابعي الكرام على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.